الكلمة الآن للسيد وزير الثقافة دكتور عماد أبو هازي. تحية لكل شهيد وشهيدة ضحوا من أجل هذا الوطن، وتحية لجمعية رسالة التي تبنت هذا الاحتفال. لا أملك أن أقول إلا أنني أتعهد كعضو في هذه الحكومة أن نتبنى جميعا حقوق أسر شهداء وجرحى هذا الوطن الذين ضحوا من أجلنا جميعا من أجل مستقبل أفضل لمصر. وإن لم نحافظ على حقوقهم فلن نستطيع أن نحافظ على انتصار ثورتنا، فحقوق هؤلاء الشهداء هي جزء من انتصار الثورة. تاريخ مصر مليء بالشهداء الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، من أجل استقلاله، من أجل بناء حضارته. واليوم ضحى منذ 25 يناير في ميدان التحرير وفي مدن مصر المختلفة مئات من أبناء هذا الوطن وبناته بأرواحهم من أجلنا، وعلينا جميعا أن نتعهد بالحفاظ على حقوقهم. تحية لكم وتحية لأرواح شهدائنا. شكرا.